الاخوان بغيتكم تشوفوا هذا الفيديو هذا، تبعوا معايا. كتنعس مع الام ديالي، كانت كتنعس مع الرجال. شابه في تصريح خطير تعترف ان الام ديالها كتجيب الرجال للدار وكتنعس معاهم من الخلف وهي كتشوف قدام عينيها. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انا جبت لكم الفيديو ماشي على هذه البنت هذه، ولكن على اللي مدوز هذه البنت هذه. وانا كنت كنشوفها وكانوا كيجيو رجاله وكيقولوا لبا كيقولوا ليه راه كتنعس مع فلان من اللور وعطاها 20 درهم. لا حول ولا قوه. فلان جا عندي ونعسات معاه من اللور وعطاها 20 درهم في البلاصه الفلانيه. كان كيشدها كيقتلها كيضربها. قلت لك كانت كتنعس مع الرجال قدامي وانا كنت كنحضي ليها. انا شكون هي كنحضي لها؟ دابا هي مشكلتها يعني مش كتفسدها قدامي قدام ولادها كاملين. شكون هي؟ الام ديالي هذه. وملي كتسالي كتقول لي تعاودي لباك نحط لك العافيه في فمك. خرجت ما كنهضرش. عرفتي شنو الانسان يعني كيخرج ما كيهضرش. خرجت ما كنهضرش بحال شي زيزونه. يعني كتشوفي امك كتبارك معاك. دابا انا نشوف شي حاجه قدامي. دابا الاخوان الخطوره فين كاينه؟ ماشي في هذه. اولا هذه فين كانت شحال هذه فين كانت باش تجي باش تفضح الام ديالها، باش تخرج امام الاعلام وامام الجمهور باش تصرح بهذه التصريحات الخطيره. وحده كتفضح فمها، ها جوج، وفين كانت شحال هذه ثلاثه. حنا ما كيهمناش من هذا الشيء، الهضره اللي قالت ما كتهمناش. كل اللي كيهمنا هذاك المذيع، هذاك اللي عرفتو. ما بغيتش انا نخلي لكم التعاليق وسميوه نتوما، لان كنخاف انني نسميه ولا نعطيه شي مصطلح اخر ونصدق عاوتاني في سينوجيم كما كيقولوا. ولكن هذا السيد هذا راه غادي على الطريق اللي كتمشي فيها شوف تيفي. ردوا بالكم الاخوان، ردوا بالكم. هاد معكم هذه القناه هذه ديال هذا السيد هذا راه غادي في الطريق اللي كانت غاديه فيه شوف تيفي، وراه هو باغي يتبع النهج ديالهم. علاش؟ لان شافوها طريق سهله، وها طريق كتجيب المشاهدات، وها طريق كتجيب الملايين ديال المشاهدين. فلهذا ولاو كيدوزوا بحال هاد المحتويات بحال ما راه نقدر نقول لكم ان هاد البنت هذه راه ما كايناش وغير كذوب. ولا تعقلوا على واحد البرنامج كان كيسميتو قصص الناس. فهاد البرنامج هذا راه تسد. علاش؟ لانهم كانوا كيمشيو للناس البسطاء، الناس الضعاف، الناس اللي محتاجين الفلوس ومحتاجين الماده، وكيمشيو لعندهم وكيقولوا لهم نعطيوكم قدا وقدا وجيو تمكن معنا واحد القصه. وكاين اللي ما كملش معاهم ومشى طلبهم بالفلوس ديالو، في التالي خرجوا كيفضحوه. دابا هاد الناس هادو اللي كيدوزوا في الاذاعه راه ما يمكنش عباد الله واحد الانسان، خدموا معايا شويه عقلكم، راه ما يمكنش واحد الانسان خانته المراه ديالته. وهذه راه اكبر ضربه في الشرف ان الانسان تخون المراه ديالو ويخرج بوجه احمر ويبقى يصرح ويقول للناس انا خانتني مراتي. راه عيب وعار، راه حشومه، راه بنادم راه ما يقدرش يخرج لان غترجع ليه اللومه. علاش هاد السيده هذه كتخون؟ علاش؟ شنو هو السبب؟ يمكن يكون فيك انت ربما ماشي راجل، هذاك الشيء باش مشيتي المراه مشات كتخون، اذا ما يقدرش يبين وجهه، ما يقدرش يبان. ولكن مع الاسف نتوما ما كتبغيوش تخدموا شويه على الدماغ ديالكم والعقل ديالكم. فهاد الناس هادو كيمشيو واحد الانسان ما مجوج ما حتى شي حاجه، ما كيهموش هو لا الاخلاق ولا كيهمو غير الفلوس. راه يعطوني الفلوس كيحفظوه السيناريو اللي غادي يقول وكيديروا معاه السجوار. راه حتى بحال هاد الشاكله هذه راه بحال معاك. ولهذا الاخوان حاولوا ما تطيحوش في الفخ، وهذا الشيء راه غير كذوب. لانه هما كيشوفوا التعاليق شنو كتقال، يعني الناس كتيق بكل بساطه. واش بالله عليكم دابا هاد السيده هذه فين كانت شحال هذه اللي جالسه كتفتح دابا في الام ديالها مثلا؟ علاش ما فضحتهاش شحال هذه؟ ودابا كتخرج في وسائل التواصل الاجتماعي امام الملايين كيشوفوها. ما عرفتش واش هذا بغاو يضربوا لنا في المراه المغربيه، واش بغاو يشوهوا الصوره ديال المغرب امام الاعداء. هاد الناس هادو اللي اول حاجه اللي خصها تحارب التفاهه. فهادو هما اللي خصهم يحاربوا، هادو هما اللي خصهم يتحاربوا اولا، اللي كيدوزوا لنا بحال هاد الناس هادو. دابا انا ولا انت اخويا ولا اختي شنو استفدتي دابا من هاد البورتاج اللي داروا مع هاد السيده يعني؟ شنو استفدتي؟ شنو استفدنا؟ باش يخليو على مواضيع مهمه باش توعي الناس ويعاودوا لهم على التعويم ديال الدرهم اللي باغي يتعوم، ويعاودوا لهم على شنو هو التداعيات ديالو، شنو هو الايجابيات، شنو هي السلبيات، شنو غادي يوقع للجيب ديال المواطن. كيمشيو يديروا لنا بحال هاد الروبورتاجات وراه ما اكثرهم. هاد السيد هذا راه ولا كيجيب غير بحال معاك. ولهذا فيقوا وعيقوا الاخوان. شوفوا اخوتي خواتاتي عاوتاني طبيعه السؤال اللي كيطرح لهاد كمال الباشا. راجل اللي خرج من السجن واش نلبس تكشيطه؟ اسمع شنو غادي يقول لي كمال راجلي خارج من السجن واش نلبس تكشيطه قدام حبابه؟ مالك اختي؟ راجلك خرج من الحبس، راجلك خرج من الحبس. هاد الحباب وهاد الصحاب اللي اش بغينا حنا نديرو بهم؟ راجلك خرج من الحبس يجي يلقى ناموسيتو مقاده اللي ينعس فيها ويرتاح واحد 10 ايام تهلاي فيه بالاكل والشراب وديها فيه تيرجع صحته ويرجع النفسيه ديالو. عاد باش نشوفوا الحباب وتكشيطه تخرجي على ايامك. تكشيطه وجه المحاكه تكشيطه. يلا شدي. انا بغيت هاد خرجيها النيت. عجبتك بحال هاد الدعوه هادي؟ عجبتك وكتبقى
عارف غادي عندي ما يقول ودوك الهوامل حتى هما كتسولوا بحال هاد الاسئله هذه الاسئله اللي كطرحوا على مايا كطرحوها على دوك الهوامل والالوان وبحال هاد الشكل هادو كيعجبكم الحال ويقول لكم الله يعطيك مصيبه ان شاء الله وانت كتضحكي وعاجبك شدي ديك الدعوه وعاجبك. هذا سؤال طرحيه راجلك خرج من السجن واش لبس ليه التكشيطه قدام عائلته؟ يا سلام هذا السؤال هذا كيطرحوه الناس ولكن اللي تافه كيتفرج في التافه اللي بحاله فعلا. ما فهمتش انا جايب الميداليه الذهبيه وما فهمتكش انايا كيفاش راجل جاي من الحبس لبس لي التكشيطه ما فهمت حتى حاجه انا مدي الاولمبيات ما فهمت والو. السيد راه عالم بها الله كره كله امراض فرتكي لي الجوقه اللي باغا ديري البومه واللي غتخسري على الناس خسري على راجلك ويلقى ما موجده ليه ومقاده ليه وغتهلا فيه تياخذ النفس بعدا لبس لي التكشيطه. ناري معايا من انا ناري على سيف حياتي اش دايره في الوقت ناري 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 غيجي يلقاه هيلامان وصارفه ومكلفه وباقي هو مستافد والو بنادم جاي يعيش وفوق كيفاش داير اللي باغي يشمت اللي باغي يتشفى اللي باغي فيه. واش هذا السؤال اختي الطرحيه دخلت عليك بالله بغيت غير نعرف كنتي فين المستوى ديالك اللي الترحيب عليه بحال هذا السؤال هذا. انا ما عرفتش هاد الناس اللي كيتبعوا هادو دخلت عليكم بالله واش عندكم شي ضمير واش عندكم شي تفكير ولا ما عندكمش؟ انا ما فهمتش والله ما بغيتش تفهموا لي. اللي متبع نعيم البدوي اش كتعطيكم ديك نعيم البدوي دخلت عليكم بالله شنو هي الافاده اللي كتستافد شنو هي الاستفاده شنو هي الاستفاده اللي وحده مجوجه وجالسه مقابله ليا هذا السيد هذا يعطيها في النصائح شنو الاستفاده اللي وحده غاديه للمايا ومجوجه وغاديه للمايا كتسناها باش تعطيها النصائح واش عطاتهم لراسها حتى هي عطات النصائح لراسها اللي شحال تزوجات شنو بغات تقول لك هاد مايا هادي بطبيعه الحال لان هي ما نجحتش في الحياه ديالها بطبيعه الحال غتخرج عليك. واش ما لاحظتوش بان نسبه الطلاق شتوها كيولات والراجل كيكون راجل حتى كيولي ملون واللي عندها شي راجل تشدو ديرو بيطانها وتشدو وطوي عليه وتشدو وتجلسوا تستقر. انا راه ما كنعممش انا راه لان تعميم لغه الجهلاء باش تفرجوا في شي برنامج اللي يفيدكم وتشوفوا قنوات اللي تفيدكم جالسين كتبعوا لي الخوا الخاوي ها هو تعويم ديال الدرهم غادي يجي غادي يفيقكم مزيان. شتي هذا اللي مشى دخل التعويم ديال الدرهم في 2026 ديك الجزائر كتضحكوا عليها غنوليو حنا اكثر منها. راه شحال ما كيسمع التعويم ديال الدرهم وكيضحك ما عارف شكون هو التعويم ديال اش كيعني التعويم ديال الدرهم وكيضحك وما على بالوش غتولي ديك الساعه خنشه ديال الفلوس غتمشي تشري بها كيلو ديال المطيشه وهذا عارف ملي غادي يحيدوا لكم البوطه ويحيدوا لكم الدعم على البوطه والدعم على السكر والدعم على الدقيق والدعم على المحروقات كلشي ويخليكم يا راه تناضحوا وتبعوا لي كمال الباشا وتبعوا لي مايا وتبعوا لي ميمي وتبعوا لي الفقيه بغا يجوج الفقيه بغا يجوجنا قلتوا لي سهراني تما في التيك توك هو جالس كيدخل في الفلوس وانتم جالسين صاري حتى النصاصه ديال الليل هو يصبح مدخل الفلوس وانتم صابحين تدخلوا حشمت كاع اش نقول هذيكم كاع احتراما للمتتبعين ديالي فيقوا شويه راه التفاهه هذه راه التافهين هادو راه حنا اللي كنطلعوهم اما الدوله شنو بغات دير لك الدوله شحال قدات الدوله هذه ما تعاقب وباغي نتبعوا الجمعيات راه هما اكبر شفاره ماشي كلشي شي واحد اخر يقول لي لا واخويا لا وكتعمم راه كنقول لكم التعميم لغه الجهلاء لان الجمعيات دابا راه ماشي كيحاربوا التفاهه باش نكونوا واقعيين وواضحين راه كل كيضرب على عرام وكل كيضرب على جيبو. علاش هاد الجمعيات هادو ماش ناضوا الاخدموش علاش هاد الجمعيات ما ناضوش للحكومه حتى لهاد الفتره هذه في هاد الوقيته هذه اللي قربوا الانتخابات عاد ناضوا هاد الجمعيات هادو وخدموا شي شويه المخ ديالكم شي شويه وخدموه علاش باش يبانوا بان هاد الجمعيات زعما راهم قايمين الدور ديالهم وراه يحاربوا التفاهه. لا سي هاد الجمعيات هادو راه كاينين جمعيات فعلا كاينين جمعيات وكاينين الناس نزيهين وباغيو يخدموا البلاد ولكن بالمقابل راه كاينين جمعيات اللي كيقلبوا على التفاهه اللي هما باغيين التفاهه وهما كيشجعوا التفاهه. غنقول لكم انا علاش وكيفاش دابا كيكون شي واحد تافه يدير واحد المحتوى كيخليوه كيبقى خدام ياك كيبقى خدام شويه واحد شويه كيطيح ليه النيفو كينوضوا ناس كيقولوا له شنو دير هذا النيفو باش تعاود تطلع القناه كيولي هو كيدير اللايف هذاك اللايف كيولي فمو غير قولوا اجي وقول ما كيحسبش العواقب نور داك الكلام اللي قال ارا فمو يقول شنو كيديروا له هما كيجمعوا ليه دوسي كاين شي جمعيات كيجمعوا ليه دوسي شنو كيدير هاد السيد راه كيولي كيدخل العاقه كيولي يدخل الفلوس اذا شنو كيديروا له هاد الناس هاد كيجيو لعندو كيمشيو يديروا به شكايه كيمشيو بعد اول عاد كيمشيو لعندو كيقولوا شوف الناس راه كثروا عليك وراه دايرين كذا وكذا وراه الناس ما بقاوش بغاو التفاهه وهذه ودخل عندنا رانا المسمن رانا بغرير الا بغيتي ما نديروش بك شكايه هو كيقول لهم جريو طوالكم واش غادي نعطيكم فكيمشيو كيديروا به شكايه ما كيديروا به شكايه ما كيقدموش الادله وتابعوا معايا مزيان تقولي كيفاش خدام فاش ملي كيديروا به شكايه بطبيعه الحال القضاء كيخصو ادله كيخصو براهين كيخصو حجاج ماشي القاضي غادي يجي وغادي يظلمك لا القاضي ما كيظلم حتى شي واحد فالقاضي ما كيكونش عنده الادله اش كيدير بعدا كيستدعيك فلما
كتستدعى تما عاد كتولي تحمى فيك البيضه، كتولي عارف الشغل راه سخن، تما كتصل معاك الجمعيه وكتفاصل معاك. شوف حنا راه ما قدمناش الشكايه، الشكايه راه ما منها والو، راه غير هضره ياك، والادله هي كاينه عندنا. عطيتينا المسمن والملوي الله يعاوننا ويعاونك، راه القاضي غادي يدوز عنده، ما كاين لا اثبات ما كاين لا شكايه، الملف كيتحفظ وكتخرج زي الشعره من العجين كما كيقولوا المصريين. ولكن الا ما بغيتيش تعطي حنا غنقدموا الشكايه ونقدموا الدليل، غتمشي لحبيب بيت وشوف ديك الساعه واش غادي ينفع لك التيك توك ولا غادي ينفع لك الفلوس. تما انت كتبقى تتواصل معاهم، تما كيوليو الملايين الصحاح على حسب شنو كتدخل. راه خلاوك تلقاو لك اللعب، مشيتي وراه هذه هي اللعبه، هكا غادي القضيه. راه ما تسناوش، راه الشكايه خص الشكايه الا كان شي حاجه جاده وشي حاجه ديال المعقول، راه كما قال لهم الاستاذ الصوفي، قال لهم علاش ملي حطيتوا الشكايه ما حطيتوش الادله، لانه هو عارف القانون، الاستاذ ديال درس القانون، اذا عارف هاد القوالب هادو، لان القانون ديما عنده واحد الثغرات منين غيدوزوا له. اذا القاضي راه ما يمكنلوش غادي يحكم عليك بدون ادله. اذا فهمتوا الاخوان، فهمتوا فين كاينه اللعبه؟ وراه هنا كاينه اللعبه. اذا راه ما كاينش شي جمعيات، راه الجمعيات راهم قلالو، الجمعيات اللي نازحين وفعلا باغيين يخدموا البلاد راهم قلال، وكاينين اللي كيديروا بحال هاد الخدمه هادي. غادي نرجعوا للموضوع ديالنا، بعدوا من التفاهه، سيروا قلبوا على شي حاجه توعيكم، شوفوا كيفاش ديروا تخرجوا راسكم من هاد الازمه اللي راه جايه، اللي غادي تحرق الخضر واليابس. راه نهار يتعوم الدرهم راه المغرب مشى فيها، راه جاب لنا الله واحد الانسان نزيه، هذاك الجواهري ديال الوالي ديال البنك المغرب، وفعلا وطني بالفعل وكيحب البلاد، ولكن بوحديته راه مسكين ما غيقدر يدير والو، راه بلاو ضاغطين عليه. راه طلق التعويم ديال الدرهم من 2018 طلقوا، ولكن كيقولوا في 2026 راه غادي يتهز يديه، راه واقف قدام جبل راهم ضاغطين عليه، وصندوق النقد الدولي ضاغط عليه لان باغي فلوسه، خصو يرد فلوسه. قال لي اسيدي ما بقاش باغيين حنايا هاد الدرهم هذا تبقى انت شادو بيدك، ديما شاد لي يدو، طلقوا خليه باش يديروا ما بغاو، باش يردوا فلوسهم. وراك البوطاش غتولي، وراك السكر غادي يولي. وتبعوا لي التفاهه، تبعوا لي انا داحسي، وتبعوا لي احساس، وتبعوا لي التيك توك، وهذا كيخص الهضره، وهذا نتوما قابلينه. وهذوك الهوامل ما كيصوروا في الفلوس، نتوما الله اختي لا عندك الصح صافي رديتيه بعدا اختي، هو كان راجل ورجع راسو مرا ورديتيها اختي الله لا عندك الصح. انا كنقرا التعاليق، انا ما كنشوف داكشي اللي كيقول، كنشوف التعاليق اللي كيقولوا الناس. اخواني اخواتي الكرام، كنتمنى انكم تبارطاجيو هذا الفيديو هذا. تحياتي، السلام عليكم.